اهلا. النهارده اقول لكم على كام لفه طرحه. على لفه طرحه كام؟ لا ثانيه، كانت ايه؟ على A few minutes later. على لفات طرح تحفه قوي. مش بس هم حلوين، هم بس سهلين اكتر من ان هم حلوين. هو انا ايه اللي بقوله ده؟ المهم يا جماعه، لفات طرح سهله وحلوه قوي بجد. بصوا، هم مش بس حلوين، هم روعه فوق القمه كده، عارفين يعني؟ هم تفوقوا الجمال. المهم، او ممكن ان انا جميله مبينه الطرحه جميله. المهم يا جماعه، هنشوف دلوقتي الكام ده في الطرحه. ما علينا، يا ريت ما ندخلش في الموضوع بالصعوبه دي. بدايه كده قبل ما انسى، ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي السودان. تمام، ربنا يكون في عونهم يا رب. اولا كده، فانا هقول لكم برضو على لفه الطرحه دي. فاول حاجه هوريكم الطرحه دي ازاي بتتعمل، وبعد كده ندخل على بقيه الطرح. احنا عندنا النهارده 4 لفات طرحه. وطبعا ما تنسيش بتوع الخمار، لان انا عملت لكم لفه طرحه هي مناسبه الى حد ما للي بيلبسوا الخمار، بس على حاجه واسعه ومحتشمه قوي، لان هي مش طويله قوي. تمام. اول لفه اللي هي كنت لفاها من شويه، بنخلي حته قصيره كده، يعني هي فعلا بتكون قصيره بس القصر اللي احنا عايزينه. والناحيه الطويله احنا برضو بنختار احنا عايزينها قد ايه طويله، لان احنا اصلا بنرجعها ورا، فيعني هي طويله قوي شويه. تمام. اول حاجه، انا مش قدامي مرايه، فهحاول اتفرج على نفسي في الكاميرا. ما علينا. بصوا، احنا بنجيبها كده هنا. تمام، عشان احنا هنرجعها ورا. بنمسكها من هنا، تمام، من الحته دي كده. بعد كده هاخدها كلها كده. هي اصلا فعلا سهله، انا بروح بيها الدروس وكل حاجه لان هي سهله. بعد كده بعد ما رجعناها بالشكل ده لورا، بس نخلي بالنا الحته دي عشان تبقى ايه، مهندبه مهدبه عشان تبقى ما علينا يا جماعه. انا مش عارفه مالي، مش عارفه اقول ولا كلمه كده، بس قشطه يعني عادي. بعد ما جبناها من الناحيه دي، هنجيبها دبوس كده بعيد خالص خالص منها عشان ما تعملش علامه ولا حاجه، ونحط الدبوس هنا. حبيتها يعني اللي هو احنا بره ما نتزولش ان هي مثلا مظبوطه ولا لا، فعشان كده بنعمل الحركه دي. يعني في ناس مش بتحط دبوس، بس انا طبعا مش مع الفكره دي. بحس ان انا وبره كده، هل هي مظبوطه هل هي مش مظبوطه. فدايما حرفيا الحركه دي بتضايقني، ان انا اكون بره وبحس ان هي دايما مش، يا جماعه ملهاش دعوه بالثقه بالنفس، بس فعلا الواحد لما بيلف الطرحه كده بتكون اللي هو معموله بالشكل ده، بيحس ان هي دايما مش مظبوطه في الحته دي. فعشان كده انا بحط لها دبوس. وفي ناس طبعا يعني عادي مش بحط لها دبوس. في معلومه حابه اوضحها قبل ما ادخل على تاني لفه طرحه، هي ان دي بترجع لورا بتنزل لتحت. ده لان انا لابسه جاكيت جينز وهي عاليه شويه، فانما بتكون عادي جدا على الهدوم العاديه. وبس دي اول لفه طرحه، هي فعلا بتلف معايا بالبركه. بس انا عارفه المهم ان الدبوس مكانه هنا، وان هي اول ما تيجي تتشد بتتشد من هنا. يا ريت لو احنا بره ما نفضلش نشدها كده. تمام، لا هي بتتشد من هنا، ودي بتفضل نازله شويه. دي اول لفه طرحه. ندخل على اللفه التانية. بجد بجد يعني هي شكلها وحش قوي في الكاميرا، بس هي بجد شكلها حلو في الحقيقه اهو. بجد هي شكلها حلو يا جماعه. ندخل على تاني لفه طرحه. تاني لفه طرحه، بصوا هي منتشره قوي الفتره دي، بس انا مش عارفه الطريقه بالظبط، بس انا هقول لكم على الطريقه اللي انا بعملها. يعني الدبابيس بحطها فين. بصوا، هو انا من فتره كبيره شفت الطريقه، بس بصراحه مش فاكره نهائيا هي كانت معموله ازاي. بس يعني انا عملتها وعرفت الطريقه، عملتها من نفسي، عرفت الطريقه اللي انا عملتها بيها. فاقول لكم عليها، وان شاء الله تعجبكم. وممكن اصلا تطلع نفس الطريقه اللي بيعملوها بيها، او ممكن ذاكرتي تكون مثلا استجمعت الطريقه، فما اعرفش، لان بجد انا كسلت ادخل اشوف الطريقه. فيلا بينا نشوف. اول حاجه بنخلي ناحيه قصيره وناحيه طويله. مش عارفه هو ده ضروري ولا لا، بس المهم امشوا على الطريقه بتاعتي. تمام. بعد كده بقى، هي كانت ازاي؟ معلش يا جماعه. اول حاجه هنحط، لا عايزه تبصين زي بعض، ماليش دعوه. ايوه، عايزه واحد ازرق اسود، 2 سود، بس المفروض ازرق، بس قشطه يعني معلش، عشان انا انسانه مسامحه ومش بهتم بالمنظر اطلاقا. انا عايزه ازرق. ماشي، ما شاء الله ما شاء الله. ايه وانا قلت حاجه؟ ما علينا يا جماعه، عشان انا تافهه اصلا. هنجيب دبوس
المفروض ازرق بس هو اسود، على حسب يا جماعه الطرحه بالنسبه لي. هنحطه هنا تحت هنا اهو. بعد كده نرجع الناحيه دي لورا وننزل وراها الناحيه دي. واو طلعت سهله بامانه والله العظيم. الله هي ما تكونش كده، بتكون نازله على طول صح؟ بس هنا عايزين نحطها دبوزة عشان نثبتها. حبيت بجد، حبيتها خالص. بصوا بصراحة انا مش فاكرة هي نفس اللي على النت ولا لا، عشان ما حدش يكتب لي في الكومنت مش نفسها، لان انا بجد يعني فعلا مش فاكرة هي نفسها ولا لا. بس دي مش منع يعني، دي مش بطالة، مش بطالة. بصوا كمان من ورا عامله زي يعني هي طويله قوي من ورا. انت راجع معايا شفتها من ورا؟ بس I think يعني لو طارت ممكن تبين الرقبه لغايه اخرها لورا، فهحاول اشوف لها طريقه حلوه كده. بس هحط الدبوس في رقبتي يعني ولا ايه؟ استنى. وطبعا يعني احنا اكيد مش عايزين حاجه تكون بيرفكت اللي هو 100% حلو. وطبعا عشان اللي بيلبسوا طرحه بتكون طويله قوي من ورا وكده، طبعا ما نسيتكمش يعني هي دي اللفه اللي بقول لكم شبه الخمار. هي بصوا من قدام طويله الى حد ما، ولكن مش عايزاكم تنسوا ان كل اللفات اللي انا لفتها معاكم من شويه تقدروا تطولوا الطرحه، تلبسوا تلبيسه من تحت، كل ده انتوا تقدروا تعملوه. ولكن انا بس قلت لكم الطريقه تحطوا التلبيس فين وازاي وافكار للطرح تمام. ولكن انتوا طبعا تقدروا تحطوا طرح كبيره. واختي مختمره هي مسافرة للأسف، فأنا كان نفسي أخد منها طرحة كبيرة وأوريكم الطريقة، بس للأسف هنكمل بالطريقة دي تمام. أول حاجة بيكونوا الناحيتين قد بعض، الناحية دي قد الناحية دي، وبنجيب دبوسين سود، هما 3 سود. عايز أزرق، مش عارفة ازاي الدبابيس مفيهاش لون أزرق يعني. بالنسبة للشخص اللي بيلبس لون أزرق يعني يعمل ايه مثلا؟ ما يحطش دبوس، عشان سالتكم مش حاطين لون أزرق بنحط دبوس اسود هنا. للناس اللي متعرفش برضو هنحطه كده 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 واعمل انا كده اصلا قلت لكم طبعا عادي. بعد كده بنرجع ناحية، لا هو متعملش قوي، ادي اخرة اللي ما يقولش لحد ازاي بيتعمل. اتعمل مش قوي، هعمله وارجع لكم. عملته طبعا. بنرجع الناحيه، هما كده كده قد بعض، فانا مش هقول لكم ناحيه طويله ولا قصيره يعني، هما قد بعض. فهنرجع الناحيه، هرجع الناحيه دي. مش قادره اوصف لكم انا حباها قد ايه يعني، مش عارفه السبب، بس هي بجد يعني دخلت قلبي بسهوله اهو. طبعا يعني اكيد بنفضل نظبط فيها شويتين كده 3 لغايه ما تقبل. هي هنا اختي لابسه خمار زي ما قلت لكم، فاللي هو بتعملوا طبقات. بصوا هو لان انا لابسه جاكيت جينز فالموضوع صعب بجد. اكتر حاجه مضايقاني ان انا لابسه جاكيت جينز، كنت ابغي بصراحه ان انا اغيره. ما علينا، نرجع لموضوعنا عشان عايزه اوريه لكم بصراحه. هي دي اللفه، بصوا من ورا ده شكلها من ورا، بجد شكلها تحفه من ورا، ان هي طويله سلسله كده شكلها تحفه تمام. ندخل على اللفه الرابعه والاخيره. ندخل في اللفه الرابعه. بصراحه انا ما جربتش قبل كده، بس شفتها من بنت اسمها فرح، اتز فرح تمام، فعايزه اجربها ولازم تجربوها معايا وهقول لكم الطريقه. يلا بينا. هي كانت بتقول ناحيه طويله، بصوا ناحيه قصيره، ناحيه قصيره شويه اهو، قصيره وناحيه طويله. بعد كده بنطلعها قدام شويه كده، بعد كده بنعمل لها كده ونمسكها هنا بدبوس. احنا عايزينها تبقى نازله شويه، ثانيه ننزلها اكتر، ننزلها كده كمان تمام. جماعه على فكره انا انجاز ان انا بلف الطرحه من غير مرايه. عمري في حياتي ما جربت اعملها ولا اصلا عرفت اعملها يعني. انا ما اتوقعش ان انا كنت هعرف اعملها، بس عرفت اعملها
انا كل حاجه بقدر اعملها اصلا. بعد كده نجيبها كده، بعد كده نجيبها كده، ما علينا. شكلها غريب قوي عليا. هو انا بصراحه يعني بيني وبينكم ما بحبش لفات الطرح دي، لانها بتكون مش مخليني اعرف اتكلم، وحتى لو حسيت ان انا نبره صوتي اتغيرت بحس ان هي كاتمه عليا. المهم هي دي كده، اعتقد ما كانتش كده معاها، لا ثانيه، هي متهيألي جابتها هنا. عشان تعرفوا ان انا برضو يعني انا لما كنت ببص على لفه طرحه حد مش بعرف اعملها من اول مره، فطبيعي انتوا ما تعرفوش تعملوا بتاعتي من اول مره. فيا جماعه الدبوس بيتحط هنا، تمام. انتوا طبعا ممكن تخلوها كده، هي كده عجبتني بصراحه. وممكن كمان اختيار تاني ان انتوا ترجعوها ورا، حلوه برضو، بس اهم حاجه منظرها من ورا. لا ما عجبتنيش من ورا، لان هي يعني انا خدتها شويه طويله، يعني طولت الحته دي شويه. فين راحت؟ هي تاهت. هي لما طولت ورجعت لورا يعني حاولت ان انا ارجعها لورا بانت، انما انتوا لو عملتوها قصيره شويه مش هتبان. عموما هي لفه شكلها جميل قوي، بس انا مش بحب اعمل اللفات دي بصراحه، لان بتخليني مش عارفه اتكلم. بس عادي جدا، في ناس بتعرف تعملها، في ناس اصلا ما بتعملش غيرها. انت ممكن بتعمل الدبوس شويه يعني بالراحه. انا حاسه ان انا ماسكه على انفاسي كده، مش عارفه اتكلم اصلا. جبت كده، لا هي بوظتها على فكره. حبكتشكنات ايه اللي انت بتقولي عليها دي؟ هي ليه بوظتها كده؟ هي ليه كبيره كده اصلا؟ ما علينا. لا هي حلوه، انا عندي انفصام في الشخصيه بيني وبينكم، تمام. مش انفصام يا جماعه، ما تطلعوش عني اشاعه. انا قصدي اللي هو انا كنت بقول لكم وحشه، بعد كده بقيت اقولها حلوه. انا ما بحبش اقنع نفسي ان الحاجه وحشه. لا هي فعلا كبيره قوي. انا ما عنديش مانع ان حد يكون لابس نظاره، انما انا قصدي على ان هي قاعده من فوق. هي العيب في النظاره ولا ايه بالظبط؟ هي نظاره اختي القديمه اصلا من غيرها. وبس هي دي نهايه الفيديو. بجد انا حاسه ان انا مش عايزه اعمل الفيديو ايديت نهائي. حاسه ان هو كان خفيف على القلب كده، كان سهل ان انا اعمل. ان حاسه ان انا النهارده يعني حبيت الفيديو، بتكلم على اللي هو طبيعتي، اللي هو بتكلم معاكم من غير اللي هو فاهماني، من غير ما اقعد كده واتكلم على طول. لا بجد حبيت. فان شاء الله مش هعمل ايديت كتير. ولكن يا جماعه انتوا عارفين طبعا الحاجات اللي لازم تعملوها، ان انتوا تقولوا لي عايزين اعمل لكم ايه فيديو الجاي. بس اي ثينك يعني ان انا مجهزاه ان هو افكار للاجازه. قولوا لي انتوا خدتوا الاجازه ولا لا، لان انا خدتها كوين. المهم مش عارفه ايه دخل الملكه بالموضوع، ولكن عادي يعني، اي انسان بيخلص مدرسه بسرعه ده ملك وسط العالم. المهم يا جماعه طبعا ما تنسوش تقولوا لي عايزين فيديو ايه غير افكار للاجازه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.